يعني يمكن موضوع مش حابب اتكلم فيه هو موضوع امام عاشور. اللي بيتابع اللي اتفرج على الفيديوهات ليا قبل كده، الحمد لله من يناير اللي فات قلنا ان امام عاشور خلص في النادي الاهلي. وقلنا ان المتفاوضات توقفت من جانب النادي الاهلي عشان كولر قال انا عندي 4 لعيبه في المركز ده، وامام عاشور لو جه مش هيلعب اساسي. فهم لما يعني ايه اجلوا الصفقه لان هو هيجيب مبلغ كبير وهياخد مرتب كبير، فكان هيعمل مشاكل في الفرقه. ولكن مع تراجع مستوى عمرو السولية والاصابات، تمام، وخروج حمدي فتحي، كان لابد من وجود امام عاشور داخل النادي الاهلي. فالحمد لله كلامنا اللي احنا قلناه من يناير، من شهر يناير اللي فات، الحمد لله بيتنفذ على ارض الواقع وكلكم شايفين. ومحدش بقى يجي يقول لي مبادئ وقيم اصل مش عارف ايه والشعار والفالنة والدنيا معروفة، هتدفع كام هاخد كذا، الدنيا بتبقى ماشية زي الفل.